بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. هنبدأ مع بعض يا بنات إن شاء الله الكورس بتاع النهاردة بأول حاجة بالماكينة اللي أنا بشتغل عليها. طبعا احنا اتفقنا ان ايا كانت الماكينة اللي عندكم سواء صناعي او منزلي بس فيها غرزة زجزاج فتنفع يشتغل عليها. طبعا كل الاجانب او مش هقول كلهم، معظمهم بيشتغل على الماكينة اللي هي المنزلي، وبشوف ناس كتير حتى هنا في مصر بيشتغلوا بالماكينة المنزلي وبيطلعوا منها انتاج كويس خالص. بس طبعا جودة الماكينة اللي هي المنزلي تختلف عن الصناعي. الصناعي بتستحمل شوية، هي اسمها صناعي عشان بتاعت مصانع وبتاعت شغل وتستحمل شوية، وكمان شغل الكردون برضو تقيل شوية على المكن اللي هو المنزلي. المكن المنزلي بيبقى عايز خياطة كده، حاجات يعني ايه حنينة شوية. حتى المكنة دي نفسها من الكردون برضو لو في مجهود عليها بتتعب. ف طبعا المنزلي ليها شغل والصناعي ليها شغل. يعني انا مثلا لو هعمل شغل على الصناعي بما يعادل مثلا وليكن 3 اوردرات مثلا في اليوم او اوردرين، هعمل اوردر واحد بس على الماكينه المنزلي. ده الفرق ما بين الماكينه المنزلي، هو بس الفرق فيهم، ده بيطلع شغل وده بيطلع شغل، بس في الامكانيه المحدوده للماكينه المنزلي عشان بتتعب شويه. طبعا انا الماكينه بتاعتي جاك، وانا مصوره لها فيديو على قناه امولا ستور، ممكن تدخلوا تبصوا عليه برضو. والنهارده برضو اللي عنده نفس الماكينه او ماكينه صناعي شبيهة، امكانياتها شبيهة للماكينة دي، انا هوريكم امكانيات الماكينة، وهوريكم ازاي بلضم الخيط وازاي هنبدأ مع بعض. مبدئيا كده ده شكل الماكينة بتاعتي. في الصناعي عموما بيبقى الشبه يعني قريب من ده كده. اللي ورا دول العمودين بتوع البقرة، بيبقى العمود ده كده، ممكن ده تقصروه وتطولوه زي ما انتوا عايزين. الفتحتين اللي هي الفتحة البيضة دي بنركب هنا فوق العمود ده بكرة الخيط، وبنجيبها من ورا كده نلضمها في الدايرة البيضة دي كده، وبنطلع بيها لقدام. دلوقتي برضو هوريكم الكلام ده. بالنسبة للماكينة وشكل الماكينة عموما، ده بالنسبة لي ده المسار اللي بيجي من بكرة الخيط عشان المكوك. يعني بيبقى بكرة الخيط هنا وبنلضم هنا، وده كده بنحط الماسورة بتاعت المكوك وبنقفل عليها، بتلضم معايا الخيط وانا شغالة. الماكينة بتاعت الزجزاج عموما ايا كان نوعها بيبقى مختلفة. ده بيبقى المسمارين دول بيقفلوا على الغرزة بتاعتنا. بمعنى ايه؟ دول مهمين جدا في الماكينة، هتلاقيهم في الماكينة الصناعي، مش هتلاقيهم في الماكينة المنزلي. الماكينة المنزلي تقريبا بيبقى فيها بس بكرة تجيب لي على الغرزة، لان الماكينة المنزلي بيبقى فيها كذا غرزة. فالبكرة دي تقريبا او ارقام الله اعلم، انا والله ما جبتهاش قبل كده ولا اعرف يعني للامانة هي بتتعاملوا معاها ازاي. بس هي اللي انا بشوفها يعني وبشوف صورها بتختلف عن الصناعي. البكرة دي بتحدد لي مقاس الغرز او عرض الغرز عرضها، ودي بتحدد لي الطول بتاع الزجزاج. ودول كده لما بكون عايزه زجزاج بقفل المسامير، وهوريكم كل حاجه عملي. ودولت الجزء ده بيخلي الابره على اليمين او النص او على الشمال. انا دايما بجيبها في النص، يعني هنا تلاقي علامه الابره يمين او شمال او في النص. دي كده الفرماتوره اللي هي بترجع الشغل لورا وتقدمه تاني. وهنا كده الأجزاء دي اللي هي بتيجي من عند بكرة الخياطة ونلضم عشان نوصل للإبرة. ودي كده الدواسة بتاعت الزجزاج لازم تكون عريضة بالشكل ده، دواسة عريضة كده. وطبعا الماكينة دي فيها خياطة عادية وفيها ماكينة أو فيها خياطة زجزاج. بالنسبة للخياطة العادية احنا مش محتاجينها دلوقتي، احنا محتاجين الزجزاج. فأول حاجة بنعملها لازم نلضم الخيط بتاعنا. فأنا هحط بكرتين، بكرة تملى معايا المكوك والبكرة التانية هجيبها للخياطة. أول حاجة بجيب بكرتين الخيط باللون اللي أنا هشتغل بيه، تكون عندي بكرة للمكوك وبكرة التانية للإبرة أو للخياطة. بعد كده باجي عند الفتحتين دول فتحة بحط فيها خيط المكوك. وطبعا لضمة المكنة الصناعي غير المكنة المنزلي. المكنة الصناعي تقريبا ما بيبقاش فيها لضمتين، بيبقى فيها لضمة واحدة بس. هنا بلضم للمكوك، والناحية التانية بلضم للإبرة.
وارجع دول كده تاني. وبعدين اجي جايه هنا حاول اقرب لكم شويه. المكوك ده الخيط اللي هو جاي من المكوك بندخل هنا في فتحه في الجزء ده كده من على اليمين كده اهي، بدخل في الخيط منها وبعد كده بطلع بالخيط، ولازم ادخل الخيط هنا بين الطبقين دول، وبعد كده اطلع بيه من هنا من الناحيه التانية. وبعدين بيكون عندي ماسوره مكوك فاضيه بركبها هنا، وبعدين الف عليها الخيط كده واجي مقصره كده الخيط يكون مشدود، واسيب بقى المكوك مع تشغيل المكنه هيلف معايا ويتملي، وكل ما يتملي هيجي فاصل لوحده بالشكل ده كده. خلاص هنا حطينا الخيط بتاع المكوك في الخيط التاني اللي هو بتاع الماكينه. بنيجي هنا كده، انا بلضم للي هم عندهم مكنه صناعي، المكنه اللي هي المنزلي حسب اللضمه بتاعتكم. بندخل هنا الاول وبعدين نرجع تاني، في هنا 3 فتحات بننزل في الفتحه الاخيره، وبعدين بننزل هنا على الجزء ده ندخل الخيط كده، وبعدين ننزل هنا عند الطبق ده كده المنظم اللي هو بتشدد الخيط ده، عشان لما الخيط بيكون مشدود معانا ده العيار بنفتح ونقفل. وبعدين نطلع بالخيط من فوق السوستة دي وننزل لتحت كده ونرجع لنفس المكان ده تاني. وبعدين في هنا الخطاف ده بنلضم فيه، وبعدين نرجع هنا في جزء اهو ندخل هنا، وبعدين نرجع للسوستة دي، وبعدين هنا عند الإبرة هنا في فتحة فوق عمود الإبرة، بندخل بالخيط بيها لازم اللضمه تكون صح، عشان على اساس اللضمه ممكن حاجات كتير تحصل معاكم وتبوظ الشغل. يعني ممكن مع اللضمه الخيط ما يلقطش او الفتله تفوت غرز، او يعني في حاجات كتير اللضمه اساسيه فيها كده. احنا لضمنا الابره بتاعتنا. المكوك عندنا مكوك مليان، بجيبه كده واجي مدخل الماسوره كده، وبعدين اخرج من هنا كده، وبعدين اجي عند السوسته دي الف، وكده انا مليت المكوك ظهر الماكينه لما نقلبه كده عشان نجيب من تحت ده بيت المكوك اهو. طبعا انتوا اكيد عارفين المكوك لازم تسمعوا التكه دي كده. طبعا التزييت مهم بعد اي شغل، عشان لما يجي شغل جديد تبقى الماكينه عندي مزيتها. وبعدين انا عندي زرار ورا هنا بنسمي كده بسم الله ونفتح المكنه، في غرزه اوتوماتيك بتيجي فلازم نخلي بالنا منها. طيب عشان اظبط بقى احنا دول، بصوا بعمل ايه. دول مسمارين اهو، باجي جايه كده اشوف مقاس الزجزاج اللي انا عايزاه واجي رابطه المسمارين دول كده، وبعدين عرض الزجزاج العرض بتاع الاكس بتاعت الزجزاج ده بتحكم فيه واسع او متوسط، بس ده بيكون على الشغل. يعني لما بجرب الاول على حته قماشه وبشوف العرض الزجزاج الطول الزجزاج اللي انا محتاجاه في المسافه في الطول، والعرض ما بين كل غرزه والتانية. ودي زي ما قلنا الفرماتوره. وانا هخلي المكنه، انا عندي عشان المكنه هنا نص كمبيوتر، ففي شاشه بتبين لي السرعه. ده بالنسبه للسرعه. تمام كده، ده بالنسبه للضمه الماكينه.
طبعا في ناس كتير منكم في المكنه اللي معاهم مكنه خياطه منزلي، فهتظبطوا الماكينه بالظبط على الشغل الزجزاج. هتشوفوا بقى هي بتتظبط ازاي وتجيبوا على شغل الزجزاج. طب ده بالنسبه للماكينه، واحنا خلاص كده لضمنا. طب الخيط، انا عندي نوعين خيط بشتغل بيهم، او في الغالب يعني النوع الاخير ده اللي هقول لكم عليه هو ده اللي انا بمشي بيه شغلي كله، وما عادش بجيب النوع الاولاني عشان في كذا عيب. انا بشتغل بزين وبشتغل بجولد او بيكوك. النوعين دول بيكوك ده بقى هو ده شغلي كله منه. يعني زين ده جبته هتلاحظوا حتى الفتله هنا رفيعه شويه، هنا الفتله سميكه، وفي نفس الوقت بترمي شغل معايا بسرعه. مثلا لو هعمل شنطه، الشنطه اللي هي من زين بتاخد كيلو، الشنطه من الخيط ده ممكن تاخد كيلو الا ربع، 700 جرام، 650 جرام، يعني حسب. فالخيط ده وخفيف كمان وبيرمي معايا شغل بسرعه. انما ده بياخد وقت في الشغل وتقيل وما بيظبطش الشغل قد كده. يعني انا الجولد او بيكوك ده رقم واحد بالنسبه لي. ودول هنلاقيهم عند يارن ارت. هبعت لو عايزين الصفحه بتاعتهم هبعت لكم اللينك بتاعها.